من جديد جولتنا الإخبارية العالم هذا الصباح مستمرة من روسيا اليوم. في موسكو وفي الأخبار الروسية أيضا وقع أحد معاهد الطيران الروسية اتفاقا مع شركة تجارية لتمويل تصميم آلة حديثة تستطيع حفظ الطاقة لمدة سنوات وتعمل كبطارية لتخزين الطاقة. عن هذا التصميم وإنجازات أخرى قام بها المهندسون الروس أعد مراسلنا رائد كشكية التقرير التالي. التكنولوجيا الجديدة والمواد الجديدة، مستقبل البشرية وحاضر معهد الطيران. قطعة سيراميك معلقة في الهواء تعلمت الطيران وصارت لدقائق لعبة مسلية. لا وجود هنا للكابلات الكهربائية، نعتمد على ظاهرة التوصيل الفائق، ولذلك أبرد بالآزوت السائل قطعة سيراميك لإيصالها إلى حالة التوصيل الفائق. حين تصل إلى هذه الحالة تتعلق فوق المغناطيس الدائم المشكل لهذه السكة. ببساطة وسرعة، قطعة السيراميك المصنوعة بتكنولوجيا حديثة خاصة بوصولها إلى حالة التوصيل الفائق تحفظ موقعها بالنسبة للمغناطيس وتحافظ على هذا الموقع. هذا نموذج لوسيلة مواصلات فائقة السرعة لا يعيق حركتها السريعة شيء غير مقاومة الهواء. يجري التبريد بالآزوت السائل، لكن سيارة المستقبل التي ستسير بهذا المبدأ يجب أن تعتمد دورة مغلقة تستغل الطاقة التي تنتجها لتبريد السيراميك. ويبحث العلماء اليوم عن مواد تصل إلى حالة التوصيل الفائق في درجة حرارة الغرفة، وحين يعثرون عليها تنعدم الحاجة إلى الآزوت السائل والحرارة السلبية. لتخفيض فقدان الطاقة إلى أقصى حد ممكن جعلوا السيراميك المبرد بالآزوت ثابتا وعلقوا دولابا مغناطيسيا فوقه ليدور بدون احتكاك. التجربة نجحت، وهذا الدولاب يستطيع حفظ الطاقة مدة سنوات، فيعمل عمل البطارية لتخزين الطاقة. ومعهد الطيران يوقع اتفاقا مع شركة لتمويل تصميم الآلة الجديدة. تعمل شركتنا حاليا على تنفيذ مشروع لإنشاء الصناعة الوطنية فائقة التوصيل. هذا يحول الاكتشافات العلمية للجامعات ومعاهد الطاقة الذرية ومعاهد الأبحاث اليوم إلى منتجات واقعية لتنتج غدا بأعداد تجارية. استخدامات هذه الآلة متعددة في قطاعات الطاقة والمواصلات والصناعة التحويلية، وكذلك للمستهلكين الأفراد، سيما أن البشرية وصلت إلى زمن صارت فيه مضطرة للحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية ولزيادة فعالية الموارد التي تستغلها. رائد كشكية، روسيا اليوم.